السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أخواتي، مرحبا بكم في القناة مع وصفة جديدة من وصفات هالة. أخواتي اليوم اخترت لكم ميني كيك رخامي بنة تاعو ما شاء الله، يعني ويل من أطفالنا وحتى لينا حنايا. طبعا أنا درته كم مرة وعجبني، قلت نشارككم الوصفة. واش نحتاجو فيه كما راكم تشاهدوا هنا، بحبة نتاع بيض فقط، حبة نتاع البيض مع كيس خميرة كيميائية، مع نص كاس نتاع الحليب، ملعقتين كبار نتاع السكر، ملعقتين تاع اكل نتاع السكر، و150 غرام نتاع الفارينه، 150 غرام دقيق ابيض. هنا تحبوا ديروا الفاني، تحبوا ديروا مبشور تاع برتقال ولا ليمون، انا كما راكم تشاهدوا درت مبشور تاع البرتقال. نبدا المكونات. سوائل طبعا، نص كاس تاع الحليب، حبه تاع البيض، وندير السكر، ملعقتين اكل تاع السكر، ونضرب بالباتور. نفرغ الفارينه هنا في يعني في صفايه عفوا باش ندخلها مع الكيس تاع الخميره الكيميائيه، ونخدم هكذا ونضرب في نفس الوقت. اذا اخواتي بعد ما ضربتهم مع بعض كما شفتوني بالباتور، حصلوا على هذا القوام الكريمي. نجيب نقص فيه شويه باش يعني نلونو بالكاكاو، يعني نقصوا شويه من العجينه هكذا. هذه راح نلونها بالكاكاو هكذا. نجيب القوالب. اذا اخواتي بعد ما نحيت هذا شويه كما قلت لكم من يعني نديروا له الكاكاو، ندير الان 3 ملاعق زيت والخليط اللي يبقى هكذا. نجيب المول. انا كنت حضرت هذا نتاع المادلين وفرشت فيه الكيسات، يعني هذا راح نضيف فيه الكيك نتاعي طبعا، ونبدا نعمر فيه. اخواتي بعد ما فرغتهم كما راكم تشوفوا في الكيسات، هذاك الخليط اللي خلطنا فيه الكاكاو عفوا، انا درته في المفروض كيس حلواني. انا اليوم ماشي متواجد عندي كيس حلواني، درته في الساشي تاع الحليب. يعني الفكره هذه نتاع الساشي تاع الحليب نقطعوه نغسلوه ونستعملوه للضروره. انا اليوم متواجدش عندي كما راكم تشاهدوا، عمرته هنا في الكيس تاع الحليب، ونبدا نديسيني. هكذا شدي حطيهم امي، حطيهم. بعد ما كملت كما راكم تشاهدوا، نجيب كوردون كما هذا ونبدا نخدم فيه.
بهذا الشكل اخواتي. ندخلهم الفرن. كنت شعلت الفرن تاعي على درجه حراره 180، خليته سخن مليح. نحط الحلوه نتاعي، نقصلو لما يطيب من تحت، نشعلو من الفوق، ونتلاقاو بعدها. اذا اخواتي هاو الكاب كيك نتاعنا او ميني كيك كما راكم تشاهدوا فيه. بعد ما طاب طبعا من تحت شعلتلو من الفوق، يعني ياخذ اللون الذهبي فقط، ما نخليوش يحمر بزاف. ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله تجربوه تنجحوا فيه. يعني راه سهل جدا، وبحبه بيض تعطينا تقريبا 14 حبه بيض واحده دير لنا حوالي 14 حبه. نتوما تحبوا تلونوا، تحبوا تخليوه هكذاك تطليوه بالمعجون من الفوق، ديروا له نوات كوكو ولا لوزيفيلي، اي حاجه كانت عندكم تحبوا تخليوه هكذا، يعني الشكل الطبيعي نتاعو. والله راه يجينا هايل، يعني ما شاء الله خفيف وطبعا بنين. نتمنى تجربوه اخواتي. ولا كان عجبتكم الوصفه نتاع نهار اليوم ما تبخلونيش بجيم، تعليق، اشتراك في القناه بالنسبه للاخوات اللي مازال ما اشتركوش ولا اللي دخلوا اول مره للقناه. اخواتي اتركونا في رعايه الله وحفظه، وسلام الله عليكم.